فاكرة لما قلت لي يا عمري ما اسيبك في يوم، اليوم اهو بقيت لوحدي بجد، شكرا على العموم. الحياة دي علمتني اني مفيش واحد يدوم، بس اتأكد يا قلبي يحتاجوك وقت اللزوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد، ما فيش اشتراكات واللايكات والحركات، عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. زي ما قلنا قبل كده، شعارنا ايه؟ نحب بعضنا. احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده، صلي على النبي وصبعك الجميل، اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله هنوري لك لما يجي لك كلاب لسه جديده تبتدي تتعامل معاها ازاي. طبعا لما يجي لك كلب مثلا فيه نص شراسه، او كلب ممكن يكون شغال شراسه على المربط بتاعه، ما بيمسكش خشب، ما بيهجمش، ما بيخشش. كلب بيبقى شغال مثلا بالايد بس ما بيمسكش خشب. النهارده ان شاء الله هنبتدي نشتغل مع الكلاب ونوري لك يشتغل ازاي. طبعا اي كلب بتجيبه لازم تلبسه طوق بمدور بالجنزير، عشان الكلب لما يجي يلف معاك يمين وشمال الكلب ايه؟ يشتغل معاك كويس. ده طبعا كلب بلاك كوت شرابات، وده كلب جيرمان. تعالى يا حبيبي. طبعا انا عشان اشغل الكلب لازم اخلي الكلب يحبني. ازاي؟ اللي انا بطلع الكلب معايا يطلع يلعب في الملعب بتاعك، سواء انت عندك سطح بيلعب معاك على السطح. لازم تخلي الكلب يحبك ويلعب عشان الكلب يبتدي يشتغل معاك كويس. بشغل الكلب بديله اكل، بيقعد معايا على الاقل 3-4 ايام او اسبوع عشان ابتدي الكلب ياخد عليا وانا اخد عليه والكلب يبتدي يشتغل معايا كويس. ما ينفعش اجيب الكلب مره واحده اجيبه كده اهو واروح مشغل الكلب، لا ده كده غلط. لازم اللي انا الكلب يقعد معايا كويس شويه، بعد كده الكلب يبتدي يلعب معايا، انا اخد عليه هو ياخد عليا، يبتدي يطمن لي. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ابتدي بقى اربط الكلب وابتدي اشغل عليه حد غريب يفضل بالايد يمين وشمال يمين وشمال، ويخش على الكلب ويرجع من الكلب ورا ويخش للكلب كده اهو. بعد كده بيبتدي مثلا لو يمسك مثلا بلاستيكه، بيمسك بوصه، بيمسك حاجه، بيمسك خرقه كده اهو. مش كل الكلاب بتشتغل على الدراع، لان انا عامه لما عايز كلب حراسه مش عايزه على الدراع، انا عايز كلب على المهاجم ذات نفسه. معظم الناس ومعظم الفيديوهات بيشتغل بدراع اللي هو يمسك والكلب يفضل متشعلق ومتعلق. طب انا بعد كده انت فدتني بايه؟ انا عايز الكلب يشتغل لما انا يديله خشبه ارفع ايدي الثانيه الكلب ايه؟ يشتغل عليها. فطبعا كل ده بنشتغل عليه، بس ما بيبقاش حاجه اساسيه اللي هو الدراع او الكرباج. لان انا دلوقتي لو كنت قاعد حراسه في جراج في فيلا في اي مكان، مش اللي هيجي هيسرق مش هيخش ولا بدراع ولا بكرباج، هيخش بيسرق معاه سكينه، معاه مطوه، معاه شومه، الكلام دوت. يلا بينا نبتدوا نشغلوا الكلاب من غير حاجه. انا قلت ده انا لسه قايل للناس من غير اي حاجه. انت هتجيب لي الضغط يا طب ما انا عندي الضغط، هتجيب لي السكر. الو ايوه باشا، وصلت؟ طيب انت كده في على الزرع ولا انت فين كده؟ طيب ماشي، طالع لك يا باشا. يلا يا مسهل الحال. في واحد جاي لنا عايز كلب حراسه لجراج، هنشوفه ايه الدنيا. يلا بينا نقابله. يلا بينا. هو بابا جوه. بينا. بس هو هتخلع الاكسدام، هو موقفنا. ايوه يا باشا فين؟ ماشي تعال. ظابط ده ولا ايه؟ انا عارف ظابط تلاقي جري بسرعه. تعال تعال زعطه، اوعى تتنسى زعطه. تعال بس بص حضرتك اركن هنا اهو كده اهو. ظبيطه
بيقول لك عايز كلب يحرس جراج. عايز كلب يحرسه انا عليه. ممكن نديله الكلب اللي له. بص نازل عامل ازاي؟ ظابط جاي عايز اعطى. خد تعال. كنت جاي لك مكلمك انا. بتقول لي عايز حاجه حراسه صح؟ صح؟ حاجه كده للجراج. انا هدي لك اخر كلب. عايز اعطى. هو ده ولا ايه؟ حراسه بص جراشات منشآت اي. تعالى تعالى زعتر. تعالى تعالى حبيبي. تعالى. وبعدين دوت بني ادمين كلاب كل حاجه. تعالى حبيبي. تعالى تعالى يا حبيبي. تعالى يا حبيبي. تعالى حبيبي. اوبا. اتفضل يا باشا. هو ده. يلا اتفضل. عايز حاجه بقى ايه بتموت؟ بص يا ريس، والله الرد ده تدريب. وعندي كلب اهو يا غضب اهو. تعالى اتفضل. اتفضل يا باشا. كل حاجة على حسب سعرها. يعني عندي ده كده اهو، عندي كده. انت حضرتك مثلا يعني عايز حاجة على حدود كام؟ يعني انا بص عندي حاجة مثلا ب 10,000 جنيه. كل حاجة على حسب التاريخ بتاعتها. طيب بص يا ريس، هو بس خلاص. هو كلب لو يتحرك يبقى جميل، لو يتحرك وسكت الكلب يبقى قشطه. بص يا عم، هو كلب الحراسه. هو انت عايز يعني عايزه لايه بالظبط؟ جراج عندي اخد جراج كده. عايز بقى ايه؟ بس عايز كلب بقى. طيب برضه السعر اللي حضرتك بتقول عليه ده بتاع الكلب يبقى يعني في كل الامكانيات بالسعر ده. بس انا ممكن اعمل حضرتك طالما انت حضرتك من المتابعين عندي، انا هعمل مع حضرتك واجب. انا عندي انتايه بوكسر هنا اهو، كلب فراجي الاول ولسه صغيره. انا عندها بتاع 7 شهور بس بتقرص، بتشتغل على اي حاجه، خشب، كراسي، بني ادمين، هو ده طبعا. كلاب، كل حاجه. هو ده. الكلبه ديت عامله 5000 جنيه. بس انا هعمل مع حضرتك واجب طالما انت عايزها في لقمه اكل عيش. انا هديها لك ب 2000 ونص. ربنا يبارك فيك. تمام. الكلبه دي يعني هتتبسط منها قوي 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 يعني. كلبه جدعه وراجل وبتحرس و10 على 10. والواجب برضه اللي هعمله معاك، لان انا بطلع الحاجه كده اهو. حضرتك بتجيب طوق او بتجيب حاجه، انا هديها لك برضه. مش هداد اهو، برضه حاجات برضه من الحاجات الفخامه يعني. هدي لك خناق اهو، مش هداد. تمام. خليك هطلع لك بس جوه. استنى عادي استني يا بنت. انت عارفه ان انت هتتباعي ولا ايه؟ بس كلبه جدعه وراجل. تعالى يا عمر شغل الكلبه. ارجع بص حضرتك فوق فين حته. بتخنق الكلاب. تمام؟ اهم حاجه ان انت حضرتك، انا هديها لك بالسعر ده عشان انت متابع عندي، وانا هديها لك على اساس حضرتك هتاكل برضه يعني في هتاخدها عشان اكل عيش. بس اهم حاجه خلي بالك عليها، تراعي ربنا فيها، ربنا يرزقك خير، ما نلاقيش بعد كده مثلا حصل ايه
مشكله ولا اي حاجه، عشان دي برضو ايه ده أمان. جراج، حاطط لان جراج. انا ببيع الحاجات للناس تبقى جراج، فيلا، مصنع، الحاجات دي. ربنا يا رب يبارك لك فيها خير يا رب. واعرف برضو كده اهو اللي انا عامل مع حضرتك واجب اهو، هديها لك بص بنص تمن، عشان برضو ايه اكل العيش. ربنا يا رب يرزقك خير يا رب. يلا نشوف، مع السلامه. وعقل خد يا بابا، تعالى بابا، راح فين؟ تعالى، راح فين؟ راح فين؟ لا. هات اللي معاك يا حبيبي. هات عشان ما اخليش الكلب. لا والنبي يا عمو، والنبي يا عمو، والنبي والنبي يلا لا والنبي يا عم. والنبي يا عمو، والنبي والنبي يا عمو، والنبي يا عمو. انت تطلع اللي معاك، طلع التليفون وطلع الفلوس اللي معاك. خد يا عم. يلا امشي امشي يلا بس. الحمد لله يا رب، كرمتني باول تليفون. هنشوفوا بقى تبعتنا ايه تاني. جدع يا بيه، يلا بينا. تعالى نستنى. والله الكلبه جميله قوي، ربنا يبارك. لا بس الكلبه حلوه اهو، الله يبارك لك يا احمد مايك. اول استفتاح تليفون كده، اما نشوفوا بقى يعمل ايه. الشرس الصراحه حلو، جدع يا بت. انا عايزك كده معايا على طول، جدع. خد يا حبيبتي، رايحه فين؟ رايحه فين؟ تعالى. رايحه فين؟ والنبي يا عمو، هات اللي والنبي يا معاك. عمو. طلعت مش التليفون معايا حاجة. معاك. والنبي يا عمو، والنبي يا عمو. طلع اللي لا معاك. والنبي يا عمو، انت والنبي يا بنت ده؟ عمو. ايه ده بنت ده؟ والنبي يا ايه ده بنت ده؟ بلاش يا عمو. جدع جدع، يلا طلع التليفون اللي معاك، يلا خد يا عم. يلا يلا امشي امشي. يا رب انا اقول له ايه لبابا؟ اخد التليفون اللي حلتي ده، بابا هيزعق لي. يا رب اعمل ايه يا رب؟ ده بابا هيزعق لي يا رب. ايه يا حبيبتي مالك؟ في واحد ثبتني بالكلب واخد مني التليفون وبابا هيزعق لي، مش عارفه ده أعمل امتى إيه. حصل ده؟ ده من شويه كده. انت عارفه مكانه فين الراجل ده؟ طب اه طب تعالي. يلا بينا. يلا جدع جدع احسن. ايوه كده جدع. ها يلا. ايوه بس بس. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا لقيت البنت دي متثبته، واحد مثبتها مع عسل. متثبته؟ متثبته ازاي يعني؟ واحد هنا ثبتني مع الكلب، اخد مني التليفون وانا خايفه ارجع البيت عشان بابا هيزعق لي. طب هو اللي معاه كلب شكله ايه؟ ابيض كده. ابيض؟ اه كلب ابوزها قصير كده اهو؟ ايوه الله. سنينها باين طالع من بقى باين كده اهو، مش عارف. ده شكله ممكن يكون الراجل اللي اشترى الكلب ده هو بيثبت بيه الناس ولا ايه؟ مش عارف الصراحة. انت قلت لك حول الله يا رب. ده انا عملت معاه واجب، قال لي الكلب هياخده الجراج. جراج؟ طيب بيثبت باين الناس. انت شفته ولا ما شفتوش؟ جاي تقول لي انا أيوة. مثبته، خايفه اروح البيت لبابا، مش خايفه. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. ماشي يا حبيبتي، اقعدي دلوقتي هقفل انا واجي معاكي نشوف القصه دي. ماشي. بس على الله ان شاء الله نلحقوه. لحظه معلش. الو. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ايوه معاك. مين يا فندم؟ في واحد واقف قاعد بيثبت الناس. واحد بيثبت الناس؟ اه. ده عرفنا ان انت بتحب تساعد الناس وبتعمل خير. واحد بيثبت الناس دي تاني برضه حادثه. طب هو معاه كلب شكله ايه؟ كلب كده هو لونه ايه؟ لونه ايه؟ ابيض. الله، ده نفس الشخص برضه، ابيض برضه في بني كده يا حبيبتي. ايوه. طب خلاص ماشي يا حبيبي. طيب انت لو عارف مكان المزرعه تعالى لي. طيب ماشي. ماشي، تعالى لي حبيبي وانا هنطلع معاك نشوف القصه دي. حاضر. ماشي يا حبيبي. حاضر. الله، دي تاني حادثه بقى. يبقى كده ده واخد الكلب يثبت بيه الناس. لا احنا نقفل بقى ويلا بينا نروح نشوف القصه دي. ايوه حبيبي. واحد واقف بيثبت الناس اه على الامه اللي هنا هو. ايوه. طب انت عرفت ازاي يعني؟ ثبتني. انت هو انت اللي كلمتني؟ انت طب تعالى معايا يا حبيبي. تعالى يا حبيبي. تعالى اركبوا بقى. تعالى
بيثبت الكلاب، اللي بيثبت الناس ده. لا حول ولا قوه الا بالله. ما احنا خايفين اهو يا عمو. ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش، ما تقلقوش، ما تعيطوش يا حبيبي، ما تقلقوش. مش عارف الناس اللي بتاخد كلاب دي خايفين قوي وتثبت بيها الناس دي. لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا عارفين المكان؟ ها؟ ايوه ماشي. احنا خايفين قوي يا عمو. بابا ما عايز تقلقش يا حبيبي، يزعق ما لنا. تقلقش، مش عارف اروح البيت. ما تقلقش. شاور لي بس على ماشي. المكان. ايوه هو دوت يا عم. هو فين؟ ايوه هو دوت يا عم. ده؟ هو ده. ايوه هو ده. هو ده. السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ الحمد لله. ريس حضرتك لما جيت لي انت جيت قلت لي انت واخد الكلبه الجراج. صح؟ طيب واخد الكلبه الجراج وبتثبت بيها الناس؟ مين قال لك انا ثبت الناس؟ ثبت اهو. تعالى يا بابا، تعالى يا حبيبتي. اهو. ثبتنا يا عم. اخد مننا انا يا ابني التليفونات. ثبتك يا ابني. اخد مننا التليفونات. انا خدت منهم التليفونات. اخدت مني التليفون. انا لما عملت معاك واجب مش ان انت تاخد الحاجه تقعد تثبت بيها الناس. انت لما جيت لي وقلت لي انا عايز كلبه للجراج ما قلتلكش حاجه وعطيتك حاجه بنص ثمنها. مش عطيتها لك بقى اللي انت تثبت بيها الناس، تثبت بيها اللي رايح واللي جاي. ليه كده؟ حرام عليك. فين التليفونات بتاعت الناس؟ خدتش يا عم تليفونات منهم. ما خدتش تليفونات؟ ما خدتش تليفونات يا عم. وبعدين انت بتعمل ايه؟ امال ايه دول؟ ايه دول؟ تليفوناتكوا دي؟ ايوه. خد تليفوناتكوا دي؟ ايوه هم دول. روح يا حبيبي، يلا يلا يلا. بص انا ممكن اعمل معاك حكايه دلوقتي، وممكن اخد منك النتايه، وممكن اجيب لك البوليس، وممكن ما ادكش فلوس، بس انا ما باكلش حق حد. اتفضل. هات الكلبه كده يا باشا. اتفضل يا باشا، ربنا يسهل لك الحال. يا ريت ما تجيش تاني وما تعملش الحاجات دي، عشان انت ممكن حد من اللي عندك يقع في نفس المشكله دي، حد يتسرق او اي حاجه. ربنا يسهل لك الحال. مع السلامه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهو انت تعمل خير مع الناس. اهو انا جالي وقال لي انا عايز كلب حراسه الجراج وعملت معاه واجب. اهو طلع بص واخد الكلب يثبت بيه الناس. مش عارف انا الناس دي ايه. لا اله الا الله. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. ويا ريت الناس اللي بتيجي، بس احنا هنعرفها ازاي؟ ما احنا مش هنقدر نحكم اللي واحد جاي لنا بيشتري كلب عايزه حراسه للجراج او فيلا او اي حاجه. هنقدر اللي احنا نضمن اللي هو مثلا ما ياخدش يعمل الحاجه دي. فربنا يا رب يسترها علينا وعليكم يا رب. ويعني نحاولوا اللي احنا، ما هو جاي شخص جاي بعربيه وتمام و10 على 10 وطالع اهو واخد الكلب عشان يثبت بيها ناس. ربنا المستعان يا رب. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا، ويا رب الفيديو يعجبكم يا رب. ولو عجبكم يا ريت تعليق منكم حلو كده اهو، ويا ريت تشجعونا، وربنا المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.